دي إيرادات محمد سعد سنة 2005 ودي إيرادات محمد سعد سنة 2026. طب إيه اللي يخلي واحد من أنجح وأعلى إيرادات في السينما المصرية آخر فيلم ليه يحقق 20 مليون جنيه بس؟ فالنهارده هنتكلم عن محمد سعد وهنعرف هل محمد سعد أفضل ممثل في جيله، وهنعرف كمان إيه اللي دمر مسيرة محمد سعد. محمد سعد عبد الحميد إبراهيم اتولد في 14 ديسمبر 1968 في محافظة الجيزة، وبعدها بيتنقل لمحافظة القاهرة في حي السيدة زينب. ومن هو صغير وهو بيحب التمثيل جدا، وكان بيشارك في مسرح المدرسة. ولما بيكبر وبيخلص ثانوية عامة بيخش المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وكان بيشارك في أدوار صغيرة جدا لدرجة إنه فقد الأمل أصلا في التمثيل. ولكن بعدها بيجيله دور في عليش دخل الجيش. وفي 1993 بيشارك في الطريق إلى إيلات بدور إناوي، وقبلها بيشارك في الإمام مسلم بدور عمر ومازال النيريك، وبعدها أيام المنيرة، وبعد كده بيشارك في قصة مدينة. وفي 1996 بيشارك في ومن الذي لا يحب فاطمة بدور رأفت، وبعدها بيت الجمالية. وفي نفس السنة بيشارك في الجندي، وبعدها بنشوفه في امرأة وخمس رجال بدور شريف، ومرفوع مؤقتا من الخدمة، والشارع الجديد والإعصار. وفي سنة 2000 بيحصل التحول وانطلاقة محمد سعد لما بيشارك في فيلم الناظر مع علاء ولي الدين بالشخصية الأشهر في مسيرته الليمبي. وبعد الشخصية دي محمد سعد بيتعرف جدا. وفي نفس السنة بيشارك في الفجالة بدور خليفة، وبعدها بيشارك في 2001 في 55 إسعاف مع أحمد حلمي بدور مرعي. كان حلو جدا الفيلم ده. في 2002 بيعمل شخصية الليمبي كفيلم كامل، وبينجح جدا الفيلم وبيحقق 21 مليون جنيه، ووقتها كان من أعلى الإيرادات في السينما. في 2003 بيعمل اللي بالي بالك، اللي هو الجزء التاني من الليمبي، بس شركة الإنتاج اتغيرت فعشان كده خلوه اللي بالي بالك، وبيحقق 17 مليون جنيه، وكان من أنجح أفلام الموسم وقتها. وحرفيا خلاص مفيش حد كان بيقدر ينافس أو يعدي محمد سعد وقتها. وفي 2004 بيعمل عوكل بدور عوكل وتيتا قطاطا، وبيحقق 19 مليون جنيه. في 2005 بيعمل فيلم بوحة بدور بوحة الصباح، وحرفيا ده من أكتر الأفلام اللي بحبها لمحمد سعد، وبيحقق 28 مليون جنيه، وبينجح جدا جدا الفيلم. وبعدها في 2006 بيعمل فيلم كتكوت بدور كتكوت أبو الليل ودور يوسف خوري، وبيحقق فيلم كتكوت 17 مليون جنيه. في 2007 بيعمل فيلم كركر بثلاث شخصيات، الأولى الحناوي والتانية كركر والتالتة رضا، وبيحقق برضه 17 مليون و880 ألف جنيه. وبعدها في 2008 بيعمل فيلم بوشكاش بدور بوشكاش محفوظ، وده برضه من أفضل أفلام محمد سعد بالنسبة لي، وبيحقق بوشكاش 14 مليون جنيه. في 2010 بيعمل فيلم الليمبي 8 جيجا، وبجد الناس زهقوا جدا من التكرار ده، وبيحقق إيرادات قليلة جدا وقتها 11 مليون جنيه بس، اللي هو كان رقم 4 وقتها في السينما المصرية. رقم 4 لمحمد سعد وقتها كان قليل جدا، ده كان من أعلى الإيرادات في السينما. ومن أول هنا وبتبدأ تنزل إيرادات محمد سعد. وبيعمل بعدها فيلم تك تك بوم بدور تيكا ورياض المنفلوطي، والفيلم ده أنا ما شفتوش لحد دلوقتي. وبيحقق فيلم تك تك بوم 8 مليون و600 ألف جنيه. أكيد ملاحظين نزول الإيرادات. في 2012 بيعمل مسلسل شمس الأنصاري بدور شمس الأنصاري وصالح أبو قناوي، وكان من إنتاج محمد سعد، وأنا ما شفتوش بس حاسه مختلف، فلو أنت شفته قول لي رأيك في الكومنتات. المهم ان بعدها في 2013 بيعمل فيلم تتح بدور تتح، وبجد انا برضه بحب الفيلم ده جدا وحاسه مظلوم وكان بيضحكني بجد، وبيحقق 14 مليون جنيه. في 2014 بيعمل فيفا قطاطا بدور قطاطا والليمبي، اللي هو بجد ما خلاص يا نجم، حرفيا الناس زهقوا الليمبي 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 فيه ايه. وانا قلت كده لان فعلا ده اللي حصل، الناس زهقوا جدا من التكرار، والجيل اصلا بيتغير، وكمان في ناس كتير زهقوا من تكرار المبالغه في الشخصيات وتعبير الوش. بس الصراحه هو محمد سعد كان مميز في الحته دي، انه كان بيضحك بحركات وشه والشخصيه، مش مثلا السكريبت او الافيهات او المواقف. كان بيعتمد اكتر على تعبيرات الوش وطريقه كلام الشخصيه والمبالغه في الشخصيه. بس الحاجات اللي ما نجحتش لمحمد سعد كان بيبالغ قوي 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 بجد في الشخصيه، عشان كده الناس كانوا بيزهقوا. زي ما قلت لك الجيل كان بيتغير، فالمفروض هو كمان كان يغير او يعمل حاجات تعجب الناس اكتر، ودي حاجه مش صعبه عليه يعني. في 2015 بيعمل حياتي مبهدلها، وبيكرر شخصيه تتح، وبيحقق 8 مليون جنيه الفيلم. في 2016 بيعمل فيلم تحت الترابيزه بدور عاصم السنجاري وحينكو عبد الرحمن، وبيحقق الفيلم ده في مصر 2 مليون جنيه، ودي كانت كارثه حرفيا لنجم كبير زي محمد سعد. في 2017 بيحاول يغير محمد سعد وبيعمل فيلم الكنز الحياه والخيال بدور بشر الكتاتاني، وفعلا كان عامل فيه دور حلو جدا وورانا جانب درامي حلو جدا من محمد سعد، وبيحقق الفيلم 19 مليون جنيه. وبيعمل الجزء الثاني وبيحقق 7 مليون جنيه. وفي نفس السنه اللي هي 2019 بيعمل فيلم محمد حسين بدور محمد حسين، كان لذيذ الفيلم ده بالنسبه لي، يعني مش وحش، اللي هو اتفرجت عليه وما اتضايقتش، فاهمني. وبيرجع للدراما بمسلسل الاكسلانس في 2023، وكان بدور الحناوي. فاكر بقى انت الحناوي دي اتعملت في انهي فيلم بالظبط؟ ايوه فيلم كركر، يعني برضو كركر الشخصيه. انا اسف بجد، بس كان لازم اقولها كده لان كان هيحصل لي حاجه لو ما قلتهاش. خلاص بقى اسف، ما تشيلش اللايك والاشتراك. يعني برضو بيكرر الشخصيه، وحتى لما كرر الشخصيه تاني المسلسل ما نجحش. ومسلسل الاكسلانس ده كان اخر عمل درامي لمحمد سعد.
وبعدها بسنتين محمد بيرجع وبيعمل فيلم الدشاش وبيحقق 73 مليون جنيه، وكان عامل دور حلو قوي بجد في الفيلم ده، وده من افضل ادواره بالنسبه لي في الدراما. يعني الفيلم ده يجي بعد الكنز على طول، وبجد نقدر نقول ان محمد رجع حميده بفيلم الدشاش، وكان بدور بدير الدشاش. والحلو انه لما رجع ما حاولش يبالغ قوي في الشخصيه ويخلي الاداء حلو، وكان متمكن فيه، ويمكن عشان كده اصلا نجح. في 2026 بيعمل فيلم فاميلي بيزنس، وانا الفيلم ده لسه شايفه امبارح، حرفيا امبارح، وكان لذيذ برضه. وفعلا حسيت ان محمد سعد كان بيحاول يغير، لانه ما كانش بيبالغ في الشخصيه وفي تعبيرات وشه، وكان في شويه دراما برضه في الفيلم ده. ولو انت شفته قول لي رايك برضه فيه. وانا عارف انه مسروق من فيلم باراسايت، بس عادي يا جدعان، انا عامه ما شفتش فيلم باراسايت ومش متاكد هو مسروق منه ولا لا، بس فيلم فاميلي بيزنس اللي انا شفته كان لذيذ زي ما قلت لك. واخيرا في اخبار بتقول ان هو كان هيعمل مسلسل في مواسم رمضان اللي فاتت باسم جراب الحاوي، ولكن اتاجل، وبيقولوا ان هو ممكن ينزل قريب. بس نيجي بقى عشان نجاوب على اسئله الحلقه. اولا، ايه اللي يخلي واحد من اعلى الايرادات في السينما اخر افلامه تحقق ايرادات قليله جدا وما تلاقيش بيه زي محمد سعد؟ هقول لك طبعا بسبب التكرار، لان الناس لما بيروحوا السينما عشان يتفرجوا على محمد سعد فطبيعي هيبقوا عايزين يشوفوا حاجات جديده، مش مثلا يبقى فيلم اللي فات تتح يعمل بعدها فيلم جديد بشخصيه تتح. طب ايه الجديد يعني عشان انزل اشوفه؟ ما انت كان ممكن تعمل شخصيه جديده وممكن تنجح زي الليمبي وبوحه وبوشكاش. وانا شايف برضو بنسبه 50% التكرار ده كان على المنتجين، لانهم شايفين شخصيه نجحت فخلاص بيحلبوها حرفيا بمعنى الكلمه. بس برضه محمد سعد نجم كبير ومطلوب، ايه اللي يخليه يوافق على التكرار ده؟ والسؤال التاني بقى، هل محمد سعد افضل ممثل في جيله؟ هقولك من وجهة نظري لانه بجد موهوب جدا، بس مش عارف يستغل موهبته صح. وكمان لما كان في البرايم بتاعه كان بيعلي عليهم في الايرادات. يعني بجد لولا تكرار شخصيات محمد سعد كان هيبقى لحد دلوقتي متصدر ومفيش حد هيبقى قده، بس هو ظلم موهبته جدا. واتمنى بجد لو هيعمل اي عمل تاني يحاول يختار عمل حلو ويليق بيه ويخليه يرجع راجع قوي. والسؤال الاهم بقى، ايه اللي دمر مسيرة محمد سعد؟ هقولك اللي دمرها ان محمد ما قدرش يحس وقتها ان الناس او الجيل عموما بيتغير، وان الكوميديا الحركيه بتعبيرات وشه الناس زهقوا منها، او بمعنى صح حسوا ان كل فيلم بيعمل نفس التعبيرات. فاللي هو الناس قالوا انت كل فيلم هتعمل حركات بوشك كفايه يعني. وفعلا ده اللي بقيت شايفه مؤخرا بيتغير في محمد سعد، لانه ادرك الكلام ده. واخر فيلم ليه زي فاميلي بيزنس كان معتمد على المواقف، وكان ممكن بنسبه صغيره جدا يستعمل الكوميديا الحركيه بتاعته. فلو عمل اعمال جديده واعتمد اكتر على المواقف والافيهات وبنسبه صغيره اعتمد على كوميديا تعبيرات وشه هيوصل للجيل الحالي وهيحقق ايرادات زي زمان. ويا ريت كمان يعمل افلام دراميه لانه بجد اداؤه حلو فيها قوي. وفي الاول وفي الاخر محمد سعد نجم كبير جدا ومن افضل الكوميديانات اللي جم في مصر. وبس ما تنساش تعمل لايك واشتراك، وقول لي ايه رايك في الحلقه دي، وقول لي تحب نتكلم عن مين الحلقه الجايه. ولو هنتكلم عن فيلم قولي في الكومنتات الافلام اللي عايزين نتكلم عنها. دلوقتي هي الحلقه خلصت، بس عايز اقول لك معلومه او نصيحه دينيه تفيدني وتفيدك. عايز اقول لك ان احب الاعمال الى الله وان قال الاستمرار عليها. يعني لو هتقرا صفحه قران كل يوم وتستمر عليها بدل ما تقرا اكتر من صفحه في يوم وتقعد يوم او يوم لا او يومين او يوم لا، فاهمني؟ ونفس الكلام برضو لو هتصلي قيام ليل وصليت ركعتين بس قيام ليل واستمريت عليهم احسن ما تقطع يوم ويوم. الاهم تستمر على العمل اللي هتعمله وبس. يا ريت تكونوا استفدتوا، وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وسبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم مش هتاخد من وقتك حاجه. وبس كده، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.